تحياتي للجميع. أنا قبل بمرة حكيت عن سياسة الخازوق الناعم، الخازوق اللي أكله الشعب اللبناني واللي هلا للأسف أكله الشعب المصري بانهيار سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار، وهيدا له أسبابه وحكينا عنها. ولكن خليني أخبر الأخوة المصريين عن مشهد هن ما بيعرفوه بس رحنا بنعرفه، وهن بالمستقبل حيشوفوه بالمستقبل القريب. شو حيصير عندكم تغيرات؟ حيصير عندكم تغيرات اقتصادية واجتماعية، سينقلب المجتمع رأسا على عقب. يعني أولا الطبقات ستنهار، يعني طبقة الأغنياء ستصبح أكثر ثراء، الطبقة المتوسطة ستنسحق ويصبحون فقراء، والفقراء سيصبحون الأشد فقرا. هذا أول تغير عندكم. التغير الآخر، حتشوفوا سرقات بشكل خيالي، وحتشوفوا نوعية سرقات بحياتكم ما شفتوها. حتى سرقة قبور حتشوفوها، حتى سرقة قبور حتشوفوها. الفساد سينتشر بشكل خيالي، نسبة الطلاق حتزيد، عدد الزواج حيقل، حتى نسبة الولادات عندكم حتقل، حتبقى تنخفض. مجتمعكم سيتحول إلى مجتمع عجوز، حتكتر عندكم الشيخوخه. ليه؟ بكل بساطه لانه حتشوفوا كميه شباب كتير حتهاجر، ونسبه ما قلت لكم نسبه الولادات حتقل. في مهن كثيره ستختفي، وفي مهن كثيره ستتولد من جديد. حتشوفوا ممكن تشوفوا فئه عمله فئه جديده من العمله، فئه اكبر يعني بسبب التضخم وانهيار سعر صرف العمله. سينتشر عندكم المخدرات بشكل خيالي، وسيزيد عدد المدمنين. الدعارة حدث ولا حرج. حتشوفوا كمية ألم ووجع بحياتكم ما شفتوها، لأنه لا شيء في هذه الحياة يسبب وجع وألم مثل الفقر. شكل المجتمع كله عندكم سيتغير، شكل المجتمع كله. بدل دائما بأي دولة من دول العالم الثالث لما بيصير في انهيار اقتصادي ومالي، بدل ما يضحوا بالسلطة، بدل ما تكون التضحية بالسلطة السياسية، بتكون التضحية بالمجتمع. انتم ما ستكونون الضحية، المجتمع هو الضحية. سيتغير رأسا على عقب للأسف. تحياتي للجميع.